معاكم دكتور محمد محروس. النهارده هتكلم معاكم عن استخدام الروح. الأجسام ممكن تتشابه، الملامح تتشابه، وكمان ممكن طريقة تفكير تكون متشابهة، لكن الروح هي روح واحدة بس، زي بصمة الإنسان تمام. مش بتتشابه، تتألف لكن تتشابه لا. روح تحب روح تانية وتألف في قربها، لكن تتشابه استحالة. روح كل إنسان هي اللي بتميزه. الجاذبية بتيجي من هنا، المغناطيس الإنساني موجود هنا، موجود في الروح. اوعى تهمل روحك وتقفل عليها. روحك زي الطير، اوعى تكسر لها جناحاتها، سيبها تطير. انطلاق الروح يزيدها إشراق وحياة وتجدد وعطاء. تصبح روح مفيدة لكل اللي حواليها، روح ملائكية تعطي وتنشر الحب ويرجع عليها بكل الحب. يفيد بإيه عيون حلوة مرسومة لكن إزاز، ما فيهاش روح ولا بتعكس اللي جواها من روح وطعم وحياة. في عيون بتعبر من غير لسان بينطق. يفيد بإيه ذكاء وعقل من غير حكمة. يفيد بإيه جمال وتناسق شكل والجسد من غير روح تخليه مؤثر على الآخرين. يفيد بإيه شخصية حلوة من غير لسان يعبر عن اللي بتحسه. يفيد بإيه قرب من ربنا من غير ضمير حي يحاسب لو غلط. يفيد بإيه إن إنسان مش بحس وأشعر بالآخر، لازم أعذر وأحط نفسي مكان اللي قدامي عشان أقدر أغفر وأسامح. يفيد بإيه لو الإنسان كسب العالم كله وخسر نفسه وتاه وسط زحمة الكون. عشان كده لازم يكون عندنا قواعد للدنيا عشان نعيش بروح سليمة سوية. ما تقولش كل أسرارك مهما كانت ثقتك في اللي حواليك. لو حبيت تعمل شيء جديد انت مقتنع بيه، خليك مقتنع ان الانتقاد اهم محطة عليك العبور منها وكمان تقبلها. صحة عقلك اهم بكتير من اي نجاح في مجال عملك، لانك لو فقدت عقلك خسرت متعة النجاح. اعتمد على ذاتك في تحقيق اهدافك عشان تصبح اقوى مخلوق ولا تقهر. مش ممكن توصل لرضا الناس كلهم مهما عملت، فما تنزعجش ان هما مش بيرضوا عن نفسهم كليا. الدنيا مش سهل انها تتقبل خططك. اتعود على قبول ده وحط دايما خطط كتير بديلة للوصول لهدفك. السعادة اختيار ولو بأبسط الأشياء، فاختار السعادة وما تدورش عنها بعيد لأنها جواك وحواليك. الحزن مش هينهي أوجاعك، هيزودها بس. ما تشغلش بالك باللي مش بإيدك، فمش ممكن تغير موعد شروق الشمس ولا أوامر القدر. أما تختار طريق دور على أشخاص يكملوا اللي ناقصك، وما تصاحبش المحبطين لأنهم هيكسروك. ما يهمش إنك بطيء في وصولك لهدفك طالما أنت ما وقفتش وبتسعى لهدفك. اتظاهر دايما بالثقة بالنفس، ده هيخليك واثق من نفسك. تظاهرك بالقوة يجعلك قوي حتى لو لم تكن كذلك. عليك بس تختار اللي انت عاوزه وسوف تصبح كذلك. النقاش مع شخص تحبه وتثق فيه مفيد جدا في تخفيف التوتر والاكتئاب ويديلك ثقة كبيرة في نفسك. الملل رسالة من عقلك بتنبهك انك لازم تعمل شيء اكتر اهمية من فعلك دلوقتي، وهو شعور يوديك لتحقيق اهدافك اذا فهمته. أسوأ الأشياء اللي يعملها الشخص في حياته هو عدم أخذ القرار بالابتعاد عن الأشخاص اللي بيقوموا بإيذائه بصورة جدية. فورا اعتزل ما يؤذيك. كل ما زاد حبك لشخص كل ما زاد حساسيتك من ناحيته وتأثر من أتفه شيء يصدر منه، لأنه وصل لأرق غشاء في قلبك. فخلي بالك، الأشخاص الفاشلين في حياتهم بيميلوا دايما للبحث عن أخطاء الناجحين لانتقادهم والتقليل من شأنهم.
عشان يحسوا إنهم أفضل منهم ولتعويض النقص الداخلي. لو حبيت إنك تعدي مرحلة مؤلمة في حياتك عيشها بالكامل، لا ترضى لا بالتخدير ولا التجاهل ولا التحايل ولا التسويف ولا أنصاف الحلول، وحدها المواجهة سوف تشفيك. أما تقرر تقلع عن إدمان شيء، أول شيء هتواجهه هو التفكير فيها في أوقات الفراغ، فإن قضيت الفراغ انتصرت. صديقك الفعلي هو اللي مجرد ما تتكلم معاه في عز ضيقك يشعرك بأنه لا زال في الأفق أمل وأنك بخير رغم كل الظروف، بحيث يقدر دايما تعديل مزاجك ونظرك الأفضل، ويكون بمثابة مساعدك النفسي بشكل غير مباشر ومن غير ما تاخد بالك. ده مجمل استخدام الروح، فاحرص دايما على استخدام روحك كي لا تفقد ما يميزك عن الآخرين.